ادي التليفون خش بقى بالشجرة كفرنا. بقى. هنعمل ايه للتليفون بقى؟ جاي معانا تعالى يا باشا بقى، ما تصدرش بقى. السلام عليكم متابعينا ومشاهدينا وحبايبنا في كل مكان. مبدئيا يا جماعه، احنا بنتعلم من بعض، ما هو الصراع عشان في ناس بتكتب كومنتات يعني اللي متضايق واللي احنا بنتعلم من بعض. لو عندك معلومه ضيفها لي، انا ما عنديش اي مشكله. بص، النهارده هنشتغل على العايم. الجو ابتدى يرطب وان شاء الله ناخد سمك كويس جدا بعد يومين الحر دول. في معلومه مهمه جدا جدا لازم تاخد بالك منها. المعلومه ديت، انت شغال الصبح والبحر سجاده او الظهر، بس البحر سجاده. اول ما البحر بيبقى سجاده السمكه بتبقى سارحه، يعني سارحه في الميه كلها، مش واقفه على السده الغرقانه بس زي ما احنا بنبقى شغالين. انت بترمي الصبح والبحر سجاده، او في اي وقت والبحر سجاده، فانت بترمي بين سدتين مثلا، بالسده والسده بينها وبين الثانيه بتاع 7 8 متر، فانت بترمي في وسطهم وبتاخد سمك، والبحر سجاده وبتاخد. ومره واحده الهواء قام والجو موت كده، خلاص بقى ما ترميش بين السدتين عشان مش هتاخد، لان السمكه اول ما الجو بيهوي ما بتقفش بقى في الحتت الفاضيه، ما بتقفش في الحته الفراغ، بتقف ترجي تركب على السده تاني او تقف على السده تاني. فاول ما الجو يهوي معاك زي كده تقوم رامي تاني على السده، ترمي قبلها السده بمتر وتسيب الهواء يخش بالفله بتاعتك على اول السده، السمكه ياخدها. البحر سجاده، ارمي في اي حته السمكه ملمعه فيها تاخد سمك. الجو هوا زي كده، ترمي قبل السده بمتر وتسيب الهواء بتاعك يخش بالفله بتاعتك على السده، هتاخد سمك. احنا شغالين بطعم. وفي حاجه عايز اقولها للناس اللي هي بتشتغل على الميه الجاريه. الميه الجاريه دلوقتي تشتغل عليها هتاخد سمك، بس كل اللي ينزل معاك في الميه بتاع نص متر، زي ما احنا شغالين على العايم هنا، بس العايم بتاعنا بيبقى قصير شويه عشان السمكه معاهم. هناك هتشتغل بالليل، سرح فلتك عادي على رؤوس الحجاره او حوشه، سرح عليها، بس اللي يبقى نازل في الميه نص متر او متر بالكتير قوي، وجرب بالليل هتاخد سمك كويس. يلا نبتدي الفيديو عشان ما نطولش عليكم. في ناس بتقول لي اشرح وناس تقول لي سمك، فعشان ما نزعلش حد وكفايه كده، وهنتكلم في الفيديو ان شاء الله واحنا بنطلع سمك كده، نقول شويه معلومات للناس لو جه على دماغي ما نقدرش كلام وانا طالع على الميه. يلا نبتدي الفيديو كده ونشوف ربنا يكرمنا فيه. شوف بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صباح الفل اهو. السمكة دي يا جماعة ما تجيش 8 كيلو. عشان الباشمهندس اللي علاق. الله يهمك يا هندسة، صباح الفل. ما تروحيش على العفش بقى وتزهقيني. ما تروحيش على العفش. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر ولا ما ظهرتش؟ ما ظهرش لسه. عمال تاخد شمال ويمين ومدوخنا. تعالى بقى. بس يا قطة يا بنت اللذينة. انت قطة مفترية. بسم الله ما شاء الله. نهاركوا ابيض. ليك استفسار اكتبولي في الكومنتات يا باشا. نهاركوا ابيض. ادي التليفون خش بقى بالشجرة كفرنا. بقى. هنعمل ايه للتليفون بقى؟ جاي معانا تعالى يا باشا بقى، ما تصدرش بقى. اللهم صل على النبي. اوعد القط، اوعد القط. انت بارده، اوعد القط. اهو ابريء. هنصور يا حاج ولا ايه؟ انا بقول لك يا حاجه، كل كام واحده تجيب واحده جنب مني، يبقى انت كده مرضي. براحتك يا حاج.
انت منزل البوز العود ده، امال هترفعه ازاي؟ انت بترجع العود ورا ظهرك كده. الله ينور، الله ينور، بسم الله ما شاء الله، مية مية. بصوا يا جماعة، دي الأباريق البخة اللي هي بتعول السنة. ده هيطلع معاك الأيام اليومين اللي احنا فيهم دول، هيظهر معاك يبقى باين. يعني كلنا عارفين الأبريق من السمكة اللي هي الغباية. ده ملوش أي عايزة، لا هتاخده، ملوش لازمة، صغير جدا، ارميه في المية. السنة الجاية زي الأيام ديت هتلاقي اللي انت رميها ديت بقت ربع كيلو على أقل حاجة، وممكن توصل نص كيلو. دي يعني مر عليها السنة ممكن تعمل نص كيلو. فالأبريق الصغير ده لما يطلع معاك الأيام دي ارميه المية تاني. الشبكة بتاعتك ديت هتلخمنا. هو ساب ولا ايه؟ نهار ابيض، هو كل ما نشغل التليفون هنسيب واحد؟ اللهم صل على النبي. تعالى بقى تعالى. انت بتختفي ولا ايه؟ صل على النبي. اهو بص بقى على النبي بقى، بس عايز تنزل ميه تاني. بس بقى اهو يا جماعه، اول ما الجو اتعدل وهدي السمكة بالصلاة على النبي شغالة مية مية شباب. خلاص يا جماعه، هنختم الفيديو بتاع النهارده على كده، وبارك الله فيما رزق. لو ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. ويا جماعه، انا لما بقول معلومه بقولها عن تجارب كتير انا مريت بيها، ومره واثنين وثلاثه وخدت بيها سمك. يعني انا لو ما خدت السمك انا مش هقولها لك. يعني انا ما بقولكش اي كلام، او انا بقول لك عن تجربه وعن تجارب، ومع ناس الصيد ده شغلتها. يعني صيد السمك شغلتها واكل عيشها ورزقها اللي هو العود ده. فما بقولك معلومه بقولها لك عن تجربه، انا جربت مره واثنين وخدت سمك، فعشان كده بقولها لك، ما بقولكش اي كلام وخلاص. فلو انت عندك معلومه اتفضل. لو انت عندك معلومه ضيفها، مفيش مشكله، انا ما عنديش مشاكل ان انت نضيف معلومه ايا كانت. يعني حتى لو فيها نسبه صح او نسبه خطا، ما يعني مش مشكله، ادينا بنجرب وبنتعلم من بعض. انك عندك فكره ماهيش عندي، فيا ريت اللي انا اقصده اللي عنده معلومه يضيفها من غير سخريه او تريقه او الكلام ده كله، عشان ما حدش يزعل من حد. انا مش متضايق ان حد كتب لي كومنت او الكلام ده كله، عادي. يعني هو انت هتقابل 100,000 واحد، اللي هيشكر واللي هيمدح واللي هيسيء، يعني فعادي، يعني مفيش مشكله خالص. فلو ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، ومره واثنين وثلاثه وعشرة كلنا بنتعلم من بعض. انا مش علام على حد. يلا اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.